في رحاب الصحراء الشاسعة حيث يهمس النسيم للكثبان، ولدت امرأة من صمت الرمال فتحدت الإمبراطوريات. اسمها كنزة ابنة الأهكار، زعيمة قبائل كل أهكار. في القرن ال19 ورثت كنزة قيادة طرق القوافل، حكمت بلا جيش ولكن بكلمة لا ترد، حلت النزاعات وحمت القوافل وفرضت الاحترام. ملكة بلا تاج لكنها سيدة الرمال، في الظل تحرك الخصوم، تحداها رجل وخانها قريب. ثم جاء ضابط فرنسي، تحالف معنا، ذهب، حماية وسلطة، لكن بأي ثمن؟ خيانة أرضها، نسيان شعبها. نظرت كنزة إليه بثبات وفخر. أنا ابنة الهكار، لن تشتروني لا بالذهب ولا بالوعود. أفضل أن أخسر أرضي على أن أفقد شرف أجدادي. أحرقت مستودعات الملح وشتتت القوافل، واختارت المنفى لتحفظ اسمها، ومنذ ذلك اليوم لا يزال يهمس باسمها كنزة التي لم تنحني أبدا. لم تكن كنزة فقط ملكة طوارق، بل كانت روح شعب حر من الشمال إلى الجنوب، شعب قاوم 132 سنة دون خضوع، وما زال يتذكر كل كثيب قال فيه لا.